عمرك شفت طريقة قطع خشب عبيطة كده؟ مهما النمر الوردي يهز فأسه مش قادر يقطع نقطة ارتكاز الشجرة. في اللحظة دي المدير يشاور له وبيقول إنه هيوريه بنفسه، لكن أول ما ضرب الفأس الشجرة كلها وقعت مرة واحدة. تاني يوم علشان يفضي الطريق النمر الوردي فتح فتحة في نص الشجرة، وأول ما حس إنه خلص عربية جاية دعسته. ليه شغال بالشكل ده؟ النمر الوردي العاطل كان بيدور على شغل، ولما لقى إنهم بيعينوا قاطعين شجر افتكر الشغلانة سهلة، ضربة فأس والشجرة تبقى خشب، فدخل يقدم ومشى ورا المدير للشجرة، وده كان شغله اليومي. علشان يشتغل أحسن سن الفأس لحد ما بقى حامي، وجربه بشعرة من دقنه، لكن أول ما ضرب الفأس ارتد. اختار شجرة أصغر، لكن أول ما ضربها صح النحل اللي جواها. لما شاف النحل الشرس رجع القطعة مكانها، ولما ماشي لقاها وقعت، فخاف وجري على بيته وقفل الباب. النحل خبط بقوة، وفي ثانية تتحول لأدوات وفتحوا فتحة في الباب ودخلوا. لحسن حظه كان محضر أزازة وحبسهم فيها، لكن بعد ما مشي النحل فتح الغطا وطلع يجري وراه، والنمر الوردي اتلدغ لحد ما اتملى كله علامات. بعد كده زميله تريك عليه وهو بيقطع شجرة وفضل يستفزه. كل ما النمر الوردي يتحرك شجرة تقع جنبه، لحد ما واحدة دكته في الأرض زي المسمار، والزميل جه يتريق عليه في وشه. بعد شوية وهو على جرف بيقطع خشب سمع صوت نشر من تحت. الزميل كان بيقطع الشجرة اللي واقف عليها، فوقع من فوق وتريق عليه الزميل تاني. النمر الوردي فقد الأمل ونام لحد ما المدير صحيه يكمل الشغل. المدير كان على التليفون ومش شايف الخطر. النمر الوردي قطع عمود تليفون من غير ما يقصد، والسلك شد المدير وطار بيه الإبرة، والشجرة خبطته وكان عليها نحل لسه لاقي البيت. النمر الوردي جري، ولما استخبى في جذع شجرة النحل سد الفتحة بحجارة ودخلوا من فتحة صغيرة. يا حظه المنيل.